بعد الافكار برضو اللي عندي بتتكرر كتير في المسائل ومسائل الاختبارات. عندي فكره جت في 2014، مديني 4 مقاومات، معلش الكلام مش هيبقى مكتوب. 4 مقاومات R1 R2 R3 R4. بيقول لي ان مر في المقاومه R1 3/10 امبير وكانت قيمتها 6، ومر في المقاومه R2 3/10 امبير ما نعرفش قيمتها كام، ومر في المقاومة R3 4/10 أمبير وقيمتها كانت 15 أوم، ومر في المقاومة R4 2/10 أمبير وكانت برضو مجهولة القيمة. متصلين على بطارية قيمتها الدفعة الكهربية R بتساوي 1، اللي هي الايه الفي باتري بتاعتها مجهولة، لكن المقاومة الداخلية بتاعتها ب1 أوم. عايزين نوصلهم، بيقول لي حدد طريقة نوصلهم بيها عشان نمرر التيار ده ونحقق القاعدة دي. نفكر ازاي؟ نشوف انت عندك هنا 3/10 وهنا 3/10، مجموعهم 6/10، وواضح ان 3/10 هي نفسها 3/10، يعني مر في المقاومتين دول، فهناك احتمال ان قيمة المقاومتين دول تكون واحدة، يعني دي 6 ودي 6، وعشان تكون دي 6 ودي 6 ويمر فيهم 3/10 ودول 3/10 يبقى لازم توصيلهم يكون على التوازي. يبقى ده اول احتمال عندي، ان انت عندك تيار مارر في مقاومة اهي، وادي التيار التاني مرر في مقاومة برضو اللي هي قيمتها اهي، ده هي 6 اوم وده هي 6 اوم، ده الاحتمال الوارد اللي عندي. وقيمة هنا دي 3/10 امبير ودي 3/10 امبير. ماشي، 3/10 جاي لك من 6/10 اهو، 6/10 امبير اتوزعوا لك بالشكل ده. طيب يا ترى قيمة 4/10 و2/10، هتلاحظ ان هنا 4/10 امبير وهنا 2/10 امبير، يعني واضح ان ده ضعف ده، يبقى لازم تكون اكيد المقاومة دي لو توصلت مع دي على التوازي يبقى فيهم واحدة ضعف التانية، لان التيار عكس المقاومة، والتيار مر الضعف يبقى لازم المقاومة تكون النص. يعني فرضا ان انا هحط المقاومتين دول كده بالشكل ده كده اهو توازي برضو، وجاي لهم برضو 6/10 امبير، واحد فيهم هيتوزع 2/10 والتاني هيتوزع 4/10 عشان يكون المجموع عندي 6/10. طيب يا ترى ال2/10 تكون ايه؟ اكيد التيار الاصغر هيكون في المقاومه الاكبر. طيب المقاومه مديها لي ان هي R3 قيمتها 15، يبقى الR3 قيمتها 15 اللي هي هتكون النص، يعني دي 15 عشان يمر فيها تيار الضعف، يبقى دي النص، يبقى ده الضعف، يبقى دي 30. يبقى انا كده استنتجت قيمة المقاومات، ويكون طبعا المتصلين على التوالي مع بطارية قيمتها ادي الفي باتري بتاعتي اللي قيمتها وليكن ار في باتري، مش عارفها، مش عارف قيمتها كام، والار بتاعتها ب1 اوم. يبقى انا كده وصلت بالظبط واستنتجت طريقه التوصيل. اكيد هيقول لي هات الفي باتري، لو حبيت اجيب الفي باتري بقى اجيبها ازاي؟ طبعا دي يا جماعه مش قانون، دي احتمال لطريقه في دماغك انت بتوظفها على حسب الافكار الرئيسيه للدرس. فافكارك الرئيسيه ان المقاومه عكس التيار، ولو المقاومه بقت في الضعف يبقى التيار للنص، والتيار بيتوزع طبقا لقانون كرشوف الاولاني، وبيتوزع وبيتجمع، يعني لو توزع التيار 3 و3 يبقى بجمعه هنا يبقى مثلا قيمته 6 وهكذا. تعالى بقى نجيب الفي باتري. الفي باتري اصلا بتساوي ايه؟ بتساوي قيمة ايه التيار كله 6/10 امبير. ازاي اجيب الفي باتري؟ والله كان الفي باتري بيجي من التيار الكلي اللي كان بيساوي مجموع المقاومات R زائد R، ده من قانون الدوائر المغلقة ل O. الاي بتاعتك كانت بكام؟ كانت ب6/10، بتساوي الفي باتري اللي انا ما اعرفهاش على قيمة الار الكلية. ار الكلية هتبقى بكام؟ تعالى نشوف، نحسب ار الكلية. خلي بالك ان دي زائد 1 اللي هي قيمة الار الداخلية اهي. تعالى نجيب الار الايكوال. ار ايكوال بتساوي كام اللي المفروض احطها هنا؟ تعالى نشوف. الستة والستة، 6 و6 دول توازي، ودي مقاومتين متشابهتين، تبقى 6 على 2 فيها 3، يبقى انا هجمع دي 3
اجمعها على مين؟ على ال 15 وال 30. ال 15 وال 30 لازم تكملها في دماغك وبسرعه، تبقى 15 في 30 على 45. ال 15 في 30 على 45 قيمتهم 10، ده هي 10 جت ازاي؟ اضرب يا سيدي 15 في 30 على ال 45. على ال 15 دي فيها الواحد، 15 فيها الثلاثة، 30 على الثلاثة فيها العشرة. يبقى دي العشرة مع الثلاثة يبقى قيمتها 13 اوم، 13 ومعايا واحد يبقى 14. يبقى أنا كأني هجيب دي ب 13 وبعدين أروح أقول له إن الستة من 10 أهي هتساوي الفي باتري اللي أنا معرفهاش على قيمة الار ايكوال كلها 14 اوم، 13 زائد 1 دي 13. يبقى الفي باتري بتساوي، الفي باتري حبيبي بتساوي 6 على 10 في 14. 6 في 10 على 14، اضرب 14 في 6، 10 في 6 ب 60، 4 في 6 ب 4 في 6 ب 24. يبقى كل دول 84 على 10 هتساوي ال 84 على 10 تبقى تساوي 8.4 فولت. وشكرا.